يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة. يا حسين انت كبير اكبر من الله اكبر والصلاة. يا أيها الناس. سيقول لي ليش وقت تقولون يا علي؟ قلت له شوف، المرة يوم اللي بتجيب لنا امهاتنا بتقول يا علي، اول كلمة تسمعها يا علي. قلت له المرة لما تريد تجيب اولادها تقول يا علي. يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدار. يوم اللي نوقع نقول يا علي. يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. إبراهيم اعترف بحق الأئمة على الله، آدم اعترف بحق الأئمة على الله، موسى اعترف بحق الأئمة على الله. كل الأنبياء كانوا يقولون إلهنا نقسم عليك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان. السؤال: ما هذا الحق لأهل البيت على الله تعالى؟ أهل البيت لهم حق على الله، فهمنا، هاي خصوصية لهم صلوات الله عليهم، ولكن السؤال: هذا الحق لهم على الله ما هو؟ أقول لكم بكلمة واحدة يا إخوان: هذا الحق أنه لولاهم ما ظهر الله، أنه لولاهم ما ظهر إليها البشر. علي مجموعة من المعاجز والكرامات والكمالات الخارقة للعادة التي لا يمكن أن ينالها بشر ولا يمكن أن يصل إليها بشر. عندنا احنا يعني عندنا كشيعة ان حيدر اللي هو الامام علي بن ابي طالب امير المؤمنين عنده قدرة الهية، وعنده قدرة الهية تتعدى قدرات النبي، تتعدى قدرات النبي، وانا مستعد اتكلم فيها مع الشيعي. قدرات الامام علي تتعدى قدرات النبي. انا اخاف ان تقول فيك طائفة من امتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم. لولا ان اخاف ناس يقولون انت اله، انت رب. لولا أن أخاف أن تقول فيك طائفة من أمتي ما قالته النصارى في عيسى ابن مريم لقلت فيك كلمة لا تمر بها على ملأ إلا وأخذوا من تراب عليك ومن طهورك ما يستشفون به، ولكن حسبك أنك مني وأنا منك، وشيعتك على منابر من نور مبيضة وجوههم حولي يوم القيامة وهم جيراني. يقول الشاعر: لو أن المرتضى أبدى محله، لو أن المرتضى أبدى محله لكان الناس طرا سجدا له. كفى في فضل مولانا علي وقوع الشك فيه أنه الله. صلوا على محمد وآله. علي وجه رب الكون، علي وجه رب الكون، يا سر قدرنا ولسان قرآن. علي علمت آدم يتوب شلون.